الثورة دي طلعت حاجة جميلة قوي. امال ايه يا عباس؟ مصر دي ام الدنيا، بس لو تدينا نفحة من نفحاتها. الحق يا سلامة، المتحف بيتسرق. الحضارة لأ، الحضارة لأ. قشطة قوي، انا هروح اسلك نفسي. تروح فين؟ لو عملت كده لا انت صاحبي ولا اعرفك. يا عباس ما تبقاش فاري، دي فرصة العمر وجات لحد عندنا. تسرق اثار بلدك يا سلامة يا فراويلة. يا عمي دي مش بتاعت حد، سيبني يا عباس. سامحيه يا مصر، السكينة سرقاه يا مصر، السكينة سرقاه يا مصر. انا مش عارف يا بابا انت ليه مش عاوز تجوزني في ريال؟ لا يا يوسف، اتجوز اي واحدة غير بنت سلامة فراويلة. ليه بس يا بابا؟ مش ده صديق عمرك؟ ما هو عشان صديق عمري مش عاوز افضح سره. يا يوسف يا ابني، سلامة فراويلة حرامي، هو اللي سرق المتحف، بس ما تقولش اني قلتلك. طب في ريال كانت معاه وهو بيسرق؟ لا، بس بتصرف من فلوسه. وانت حفظك لسره ده ملهوش تمن؟ ايوه، انا كان ليا نص الفلوس اللي معاه، بس باعني ولهفهم كلهم. يا بابا الساكت عن الحق. انا مش شيطان يا يوسف، لم نفسك. اخرس. انت رميت حقنا في فراويل اولاده. هم قاعدين في قصر واحنا في اوضه على السطوح. هم بيلبسوا ماركات واحنا هدومنا مرقعه. هم بياكلوا سوشي واحنا مش لاقيين العيش الحاف. هم راكبين عربيات اخر موديل واحنا بنجري ورا الاتوبيس لدرجه انه داس عليك 3 مرات قبل كده. ربك بيسترها يا يوسف، وعشان ترضي ربك لازم تطيعني. سيدنا ابراهيم لما كان عاوز يذبح سيدنا اسماعيل معرضوش عشان ربنا امره بكده. خد سكينه اهي واذبحني، مش ربنا امرك بكده؟ انا بس انا اذبحني يا عباس يا ضو. يغزي الشيطان يا يوسف يا ابني. بقول لك اذبحني، ما تسخنيش يا يوسف. اذبحني يا جبان. عباس الضو مش جبان. خد يا يوسف. اي هنعمل ايه يا يوسف؟ الضرب نازل على ودنه. طبعا هنفضل مستخبين يا فريد لحد ما الضرب يهدى، هو العمر بعزقه. انا خايف قوي يا يوسف. انت اتجننت؟ تخاف وانت مع يوسف الضو؟ جرالك ايه يا فريد؟ انت مش سامع الرصاص راح جاي فوقينا زي المطر. اي يا فقر اتصد. يوسف ما تسيبنيش يا يوسف. امبارح ابويا غزني وما متش، ودلوقتي جات لي رصاصه في نفس المكان، بس المره دي شكلي هموت يا فريد. هتموت وتسيب سوريا؟ انت حاطط عينك عليها. طب خد دبلت اهي، قول لها يوسف اللي ادهاني. اوعى تبيع الدبله يا فريد، دي عشان تتجوز سوريا، انت اولى من الغريب. طب يا يوسف هطير انا بقى عشان الحق اجهز للجوازه. يا ندل، انت ما صدقت. اسمعني كويس يا فريد. انجز يا عم، عايز ايه؟ لو ربنا اراد ورجعت تسيب لي سوريا، ماشي؟ ماشي يا غالي. ما تنساش تقول لهم ان احنا ما حاربناش يا فريد. هقول لهم يا يوسف خلاص. فريد ايه تاني يا يوسف؟ قول لهم ان احنا ما حاربناش يا فريد، ما حاربناش. حارب مع نفسك بقى، سلام. احنا ما حاربناش يا فريد، ما حاربناش يا فريد. وما تنساش تقول لهم على الرصاصه اللي صابتني. لا، شعب مصر بيقول لا. حضارة 7234 سنة بتقول لا. لا، ابويا لما قلت له اذبحني ما قالش لا. فريد لما قلت له يتجوز سوريا ما قالش لا. اشمعنى انا اللي بقول لا؟ لا. سلامة فراويلة لما الفرصة جات له ما قالش لا. فريال لما قلت لها تطلع معايا المقطم ما قالتش لا. سوريا لما راح لها فريد بدبلتي ما قالتلوش لا. انا الوحيد في المسلسل اللي قلت لا. لا لا. ايه ده؟ مفيش حد بيضربني؟ امال في ايه؟ كفايه بقى يا يوسف. لا مش كفايه يا عبد المنعم. بقول لك فوزيه شفتها سهرانه مع السحت الوش الصبح. ما فيهاش حاجه، ما ترفع عن نفسها شويه، ده طول اليوم شغاله في البيت زي النحله. كانت بتشرب معاه خمره يا عبد المنعم. طالما على حسابه وبعيد عن مصروف البيت خلاص. بلاش الخمره دي، كانت بترقص معاه سلو والعياذ بالله. طالما مش لوحدهم وفي وسط الناس عادي، وكمان الدكتور قال لها عدم الحركه غلط عليها، ما تحبكاش بقى يا يوسف. طب انت فاكر يوم خطوبتي لما ظبطناها في شقه السحت؟ ما انا مرضتش اعمل قلق عشان ما بوظلكش اليوم. ما تعمل يا اخي، انت ايه لوح تلج حلوف ما بتحسش؟ عيب يا يوسف، انا اخوك الكبير. انا عيب واللي بتعمله مراتك مش عيب؟ طب فاكر لما كانت بتبوس السحت في فيل السلم وانت يا اسطى عملت عبيط عشان ما تطردكش من العز اللي قاعد فيه؟ ما انا افتكرت زيك كده وفي الاخر طلعت مظلومه. اصل السحت عينه كانت مطروفه وهي طالعه بالصدفه، فاول ما شافته نفخت له فيها على طول. بلاش السحت خالص، انسى السحت. انا بقى مش عايز اقولك على الكبيره يا عبد المنعم. ايه في ايه يا يوسف؟ فوزيه حرقت لك الغدا. ازاي الكلام ده وانت عرفت منين؟ ريحه الشياط معبقه المنطقه كلها. نهار ابوها اسود، ده انا هروح اخلص عليها. فريال رايحه فين يا فريال؟ مهاجرة يا يوسف، ماشية وسايبها لك مخدرة. ليه الوش ده بنت فراويله؟ انت نسيت عملت ايه؟ ابوك خليته يتجنن،
فريد جوزته سرايا ومنكدة عليه عيشته. سخنت عبد المنعم على فوزية اختي وخليته قتلها. ابويا وقابل وجه رب كريم. امي جالها شلل الاطفال. فلوسنا راحت يا يوسف. بس انا موجود لسه يا فريال وبحبك. اتأخرت قوي يا يوسف وصعب ارجع تيكت الطيارة. ده انا دافعة قد كده. يعني مفيش فايدة؟ مصممة؟ خلاص يا يوسف. يوسف، انا سبتلك الدبلة بس يا ريت تسمح لي احتفظ بالشبكة. سلام يا يوسف. تحتفظي بيها ولا تبيعيها يا جزمة؟ ماشي يا فريال ماشي. يا رب الطيارة تقع بيك وانت الوحيدة اللي تموتي. يوسف الضو خد خازوق يا رجالة. يوسف الضو خد خازوق يا رجالة. الدكتورة بطريقة اللي طلبتها عشان تتابع حالة الفراخ. اهلا يا دكتورة، ان شاء الله تنبسطي من الشغل معايا في الدكان. لازم تعرف يا معلم ان اتعرض عليا اشتغل في اكبر المزارع، بس انا فضلت اشتغل معاك عشان انواع الفراخ النادرة اللي عندك. اه صحيح، ايه موضوع الفراخ النادرة ده؟ انا هقول لكم، الناس هنا زهقت من اكل الفراخ عشان مفيش جديد، يا اما فراخ بيضة يا اما بلدي يا اما بيضة. فسافرت بلاد الوكواك وقعدت السنين دي كلها عشان اجمع المجموعة النادرة اللي جبتها معايا، وهو ده الكنز الحقيقي. شوقتنا يا عمنا نشوف الكنز. بليز فرجنا. حاضر هفرجكم. يا ولادي الايه. النوع اللي فوق ده اسمه ميسي، الفرخة العتقية منه بتبيض في اليوم من 12 ل 15 بيضة. والنوع المليان من ورا ده اسمه شاكيرا، ووزن الفرخة منه كل يوم بيزيد 300 جرام لحم صافي. وابو عرف اللي شايف نفسه ده هو اسمه اوباما، وما يقولكوش على الشيش طاووق بتاعه. اما ده بقى اسمه على اسمي، شديد ابو العار. وده بيعمل ايه يا معلم؟ لا ده فراخ زينة مش للاكل. انا اول مرة في حياتي اشوف الانواع دي. امال ليه يا امل يا بنتي؟ ده انا هكتسح بيهم السوق وبكره تشوفي. الحقيقة يا معلمة مصيبة، بيتنا اتخرب. في ايه يا ولا يا نونو؟ شديد ابو العار رجع تاني وهيفتح محل الفراخ. واحنا مالنا يفتح فراخ ولا عصافير حتى؟ دي مش فراخ عادية يا معلمة ردة، دي مستوردة من بره. مستوردة ازاي يا ولا؟ وضح كلامك. شكلها غريب قوي مش زي الفراخ اللي هنا، وسمعت انها بترمي لحمة وبيض بالهبل. ما ترمي اللي ترميه، احنا بتوع سمك، دخلنا ايه في الكلام ده هوت؟ يا معلمة عضة دي كلها بروتينات وعارفة بعضيها، ولما يبيع الفراخ بسعر قليل الناس هتبطل تاكل سمك وهيتخرب بيتنا يا ست الناس. لا ده انا المعلمة عضة المعداوي ومش هنسكت. هتعملي ايه يا معلمة؟ هنقلب عليها واطيها. ولا يا حمو الخنزيرة يالا. بقان المعلمة عضة المعداوي يتعلم عليا وناكل العلقة دي يعني هنسلخكم. يا ست احنا مالنا بس؟ مش انت اللي طلبت تحاربيه؟ مالكوا ازاي؟ مش انتوا حلفائه؟ يعني هنعذب فيكم لحد ما يجيلي راكع. ولا يا نونو؟ يا عمرك يا معلمة. هتخنق. مش قادرة. خلاص ابوس ايدك. لا هتخنق. واحنا نتفاهم. عاوزاكوا يا سنيورة تقنعوا معلمكم انه يبيع لي الدكان. نجوم السما قرب لك يا عضة، انسي. بيقول ايه الولد ده؟ طلع لهم سمحة يا نونو. يا عمرك يا معلمة عضة. اعوذ بالله. ايه ده؟ لا ايه ده؟ عفريتة. سمحة بنتي. خلاص يا نونو. كفاية يا عضة. الحقنا يا معلم، المفترية دي هتموتنا. انت فين يا معلم؟ دي بتشممنا سمك معفن وتخوفنا بنتها اللي زي الغولة. عارف يا هشام، شفت كل حاجة. انت كنت واقف تتفرج علينا يا راجل انت؟ لا يا بنت، انا اول ما شفت المنظر رحت اجيب الفرخة البيضة دي عشان ارفعها للمعلمة عضة. يا عيني على الحلو لما اتمرمطوا الايام. يا ما جاب الغراب لامه. يا عضة الولاد ما لهمش ذنب، المعركة بيني وبينك، واديني اهو جيت لك ورافع لك الفرخة البيضة وبطلب عفوك ورضاكي. ماشي موافقة، اسيبهم بس بشرط. شرط ايه؟ هتبيع لي المحل ورجلك فوق رقبتك. لا وهقسط لك المبلغ على 5 سنين. ايه انت اكيد اتجننتي. نطلع له سمحة يا معلمة. عاوزة نكتبوا العقد امتى يا ست الكل؟
ارجوك يا معلمة عضة، اعملي فيا اي حاجة بس ارحمي فراخي. ما بقوش فراخك خلاص، انا اشتريت المحل بكل اللي فيه. اذبح يا نونو. لا اذبحوني انا بس بلاش فراخي. لا مس لا، حرام عليك يا مجرم. اللي بعده يا نونو. لا شاكيرة لا، دي الفرخة اللي بتبيض لي دهب. طب اذبح اوباما وبلاش شاكيرة. ما تزعلش نفسك، هنذبحولك اوباما كمان عشان شاكيرا ما تبقاش لوحدها. اذبحوه، هو اللي جابه لنفسه. فراخي. خلصت يا ولا يا نونو؟ لسه يا معلمه، في نوع رخم قوي معصلك معايا ومش عاوز يتذبح. لا ده انا هقوم اذبحه بنفسي. الله يرحمك يا جديد. كله يوسع للبلدوزر، اني بنحذركم محدش يقف في سكتي. كفايه يا عضه. ايه عاوزه ايه تاني؟ مش كفايه اللي عملتيه؟ قول لها. ولا يا نونو، هما جندوك يا ولا. انت اصلا بطانه وما تعرفيش تعملي حاجه. غوري من هنا يا عضة بدل ما نحط عليكي. انتي وحشة يا عضة. انت قتلت فراخ النادرة بس مش هتقدري تهد الدكان بتاعي يا عضة. اللي هيقف قدام البلدوزر هيفرمه. ما تخافوش يا ولاد، خليكم صامدين، مش هتقدر تدوس على رقابينا، مش هتقدر يا عضة. دوس يا اسطى. نداء. اللي قاعدين على الرصيف حوالين محل ابو العار بالاسكندريه بينادوكم تقعدوا معاهم عشان المعلم شديد ابو العار ما يضطرش يرفع الفرخه البيضه هو وفريقه. وبهاتوا معاكم شمع عشان الرصيف مش نضيف.